بقالي كتير قوي ما بنزلش فيديوهات، بجد وحشتوني. بس كان عندي مشكلة في ايدي، ما كنتش بقدر اصور. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معايا على الانستجرام وعلى الفيسبوك. النهاردة راجعه لكم بفيديو المكرونة البشاميل، وصفة اكيد الكل بيحبها. هديكوا سري في الفيديو ده، مش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا نبتدي بالمقادير. اول حاجة مقادير البشاميل. هحتاج 1.5 كوب حليب، 6 معالق زبدة، 6 معالق دقيق، مكعب مرقة، ملح، فلفل اسود، جوز الطيب مبشوره، قرنفل وورق لورا. سري بقى هو القشطه اللي هي وش الحليب. انا بحوشهم وبشيلهم في الفريزر كده في قوالب. كل قالب تقريبا بكون شايله فيه 4 ل5 معالق كبار، وبطلعهم كل ما باجي اعمل بشاميل. هحتاج قالب منهم اللي هو بيعادل 5 معالق كبيره من القشطه. في حله هحط الزبده وعليها الدقيق، هقلبهم مع بعض لحد ما الدقيق ما يكونش ظاهر. هضيف الحليب تدريجيا وانا بقلب عشان ما يكلكعش مني. هضيف القشطة، هي ما كانتش لسه فكت، فانا هقلبها شوية، وهضيف لها مكعب مرقة والبهارات. هقلبهم مع بعض واسيبها لحد ما تتقل شوية. لو القوام تقل منكو زيادة تقدروا تخففوها بشوية لبن او مية. ودلوقتي هنبتدي بمقادير العصاج. هحتاج لحمة مفرومة، بصلتين كبار مفرومين، فص توم مفروم، 2 مكعب مرق، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، جوز الطيب، ورق لورا، قرنفل. هسخن الحلة وانزل باللحمة من غير اضافة اي مادة دهنية. هقلبها مع بعض لحد ما لونها يغير وما يكونش فيها سوائل. هضيف لها معلقة زبدة واديهم تقليبة. ودلوقتي هضيف التوم واقلبهم مع بعض، وبعدين البصل وهقلب. هضيف لها البهارات والمرقة، هديهم تقلبتين مع بعض، وبعدين هزود كوباية مية. هغطيها واوطي عليها النار لحد ما تستوي. انا كنت سلقة مكرونة قبل كده. هحط عليها شوية بشاميل واقلبهم مع بعض. وفي طاجن هحط جزء من المكرونة وازود عليها بشاميل، وبعدين هحط اللحمة وازود بشاميل وجبنة موتزاريلا، وبعدين مكرونة تاني، وعلى الوش هضيف البشاميل وجبنة موتزاريلا. هدخلها الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق. هطلعها وهستنى 5 دقايق قبل ما اقطعها. ريحتها بجد تحفة، وده شكلها النهائي. الطريقة دي لا تقاوم، جربوها واكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير.